السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنعمل الزبادي في البيت بأسهل طريقة ممكنة. كل اللي احنا هنحتاجه عبارة عن كيلو من الحليب، ممكن تستخدمي نص كيلو على أساس تجربي الأول، وكوباية من الزبادي. ممكن نستخدم الزبادي الموجود في السوق أي نوع، لكن انا هنا هستخدم زبادي عاملاه قبل كده، وزي ما انتوا شايفين شكله كده. عندي الحليب ده انا غليته وسبته لحد لما يبرد، يبقى اكتر من الدافي بشوية. وبعدين عندي حطيت الزبادي الموجود اللي انا هستخدمه كخميرة، حطيته في طبق، وهاخد من الحليب ده واحط عليه علشان خاطر يبقى سايل وقوامه متناسق، بحيث ان انا لما احطه مع الحليب ما يدينيش اي كلكعة، ويبقى متماسك بالشكل ده كله زي بعضه ما فيهوش اي كتل. وبنضيف عليه كده بالشكل ده هنا، وبنقلب كويس. هنا انا صبيت الخليط بتاعي اللي هو عبارة عن خميرة الزبادي والحليب متقلبين مع بعض، صبيتهم في الكوبايات. عندك اي كوبايات مناسبة، اطباق، سلطانيات صغيرة. وبنجيب حلة او صينية بنحط فيها مية، ويستحسن الحلة او الصينية ما تكونش ألومنيوم، لان المية بتغير لون الحلة، وبتكون المية دي مقربة على الغليان لكن مش بتغلي. وبنحط فيها كل الكوبايات اللي عندي بالشكل ده، وبعدين بنغطيها. واكون مدفية الفرن، عندي فرن البوتاجاز، نخليها دافية ونطفيها ونحط فيها الحلة دي لمدة 6 ساعات. الزبادي بعد ما فات عليه 6 ساعات في مكان دافي بنخرجه ونشوفه اهو متجمد زي ما انتوا شايفين كده اهو، زي ما بنشتريه من بره. بنسيبه ساعتين وبعدين ندخله التلاجة.